في المباراة الثانية كانت معنا نفط ميسان. شوف الصدفة شلون ننقل لك الملعب على آخر كان مثالي جدا الأرضية. فقدمنا مباراة كبيرة تختلف عن المباراة السابقة. أرض الميدان وأرض الملعب يختلف، الجمهور، البنية التحتية تعطيك حتى أنت رغبة بإداء فريقك مباريات كبيرة حقيقة. شكرا للزميل العزيز علاء هيكل، وشكرا لضيوفك الكرام الكابتن نبيل زكي والكابتن صادق سعدون. أعزائي مشاهدي قناة الرياضية العراقية الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجولة 27 من دورينا العراقي الممتاز لكرة القدم لموسم 2021-2022 المرحلة الثانية، ولقاء مهم ما بين فريقي نفط ميسان مع فريق نوروز. من خلال مباراة اليوم نتمناها أن تكون بطابع مثير وأداء فني كبير بالنسبة لكلا الفريقين. هذا ما نتمناه من خلال مباراة اليوم. نفط ميسان على ملعبه يستضيف نوروز، ونفط ميسان القادم من تعادل أمام فريق الزوراء بدون أهداف في بغداد، وبالمقابل فريق نوروز القادم من فوز على سامراء بهدفين عن طريق آسورستوم ومحمد دلاور. إذن هنا التشكيل بالنسبة لفريق نوروز، وشاهدنا التشكيل لفريق نفط ميسان من خلال مباراة اليوم. طاقم التحكيم للمباراة سجاد خالد وأكرم علي ورضا عباس ورحمن حميد الحكم الرابع بالنسبة لمباراة اليوم. هنا فريق تحدث عن الفريق المستضيف فريق نفط ميسان، طبعا غيابات لأكرم رحيم ولعلاء سعد بداعي الحرمان. هنا حارس المرمى، حراس المرمى اليوم طبعا لدينا علاء خليل لفريق نفط ميسان، ولنوروز الحارس سجاد كاظم. نبدأ بالتشكيل للضيوف. هنا المهاجم المميز آسورستوم، واحد من الأسماء المميزة، بينما هنا ديار ياخي، وهنا حكم المباراة سجاد خالد، واحد من الحكام الشباب، واحد من حكامنا الشباب، حكم اللقاء من مدينة الكوت. واحد من حكامنا الشباب. نبدأ بنوروز لتشكيلة مباراة اليوم. سجاد كاظم، ديار ياخي، ولامين مورو، وكذلك عبد المهيمن جبار، ومنتظر ستار، وأحمد محمد، وإيفياني، وشيروان كردستان، وبنيامين، وآسورستوم. هذه تشكيلة المدرب ولي كريم مدرب فريق نوروز. بالمقابل فريق نفط ميسان الفريق المستضيف لهذا اللقاء. هنا وعلى بركة الله أجدد التحية معكم معلقا للمباراة حان الشمري، ولقاء الجولة 27 من دورينا العراقي الممتاز لكرة القدم لموسم 2021-2022 المرحلة الثانية. نفط ميسان على التنفيذ، على رعد بكرة ملعوبة الآن، وصلت لحارس المرمى، خطيرة، اوه خطيرة لنفط ميسان. شوف الإعادة، الكرة الملعوبة، وبعد ذلك المتابعة اللي كانت عن طريق اللاعب كرار محمد. برافو لكرار، شوف تابع الكرة ولعب الكرة، ومن ثم الإبعاد يأتي، والمتابعة والتسديدة عن طريق كبير من خلاله. هنا الإعادة للكرة التي تابعها اللاعب الشاب كرار محمد. كرة ملعوبة الآن، وسام سعدون، نقلات هجوم للكابتن، سدد، أشهر 20 بطاقة صفراء ولا توجد بطاقة حمراء، لم ينشر البطاقة الحمراء. خطيرة، وسام سعدون، جول
غدا وسام سعدون لفرسان المملكة، لفرسان المملكة يظهر الكابتن وسام سعدون. وسام سعدون في الدقيقة 8 و5 أهداف في دورينا، 5 أهداف في دورينا. الكابتن وسام سعدون سدد الكرة وبالتالي لأول أهداف المباراة. هدف لنفط ميسان، هدف للمستضيف. هنا الإعادة، شوف التمرير أحمد سعيد، مرر الكرة وبعد ذلك وسام سعدون. الله الله على التسديد، سدد الكرة مباشرة. هذه الكرة بشكل مباشر. تراوري، كرة مقطوعة الآن. نوروز بدأ يتقدم وبدأ يحاول نوروز والتسديدة ولكنها مرت إلى خارج. نهاد محمد يحاول من خلال هذه الكرة ولكن تقطع وعادت مرة أخرى لنهاد، سدد. جوم الآن إيفياني لبنيامين يحاول والكرة العرضية وعلى خليل، على خليل للحصول على انتصار. هنا الكرة العرضية اللي كانت بمتابعة آسو رستم ولكن على خليل هو من تدخل بالسلام لحارس المرمى وهو هدف التعادل إذا ما كان حاضرا. هنا المحاولة وتسديد الكرة ولكنها عن طريق اللاعب للمرة الثانية. هنا الرأسية الآن خطيرة. هنا الإعادة، شوف أحمد سعيد والرأسية من نهاد محمد ووسام سعدون والكرة مر ولكن الآن لدينا ضربة ركنية تنفذ والرأسية ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. رأسية اللاعب إيفياني مرت هذا اللاعب والرأسية اللي كانت عن طريق اللاعب أعتقد لاميني مورو. حسن خيري ومحمد عثمان. هذه دكة البدلاء لنوروز على خليل، أبعدها بجوار القائم الأيسار وكانت خطيرة لنوروز. شوف الإعادة على خليل، أبعدها والمتابعة كانت رمية تماس. إذن هنا الصافرة. أعزائي مشاهدي قناة الرياضية العراقية الكرام، أينما كنتم تأتي صافرة حكم المباراة لتعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم فريق نفط ميسان بهدف مقابل لا شيء لفريق نوروز. استراحة قصيرة على أمل العودة إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. إلى ذلك الحين إلى اللقاء. عودة لزميلي العزيز على هيكل وضيوفه الكرام الكابتن نبيل زكي والكابتن صادق سعدون. لك الكلمة عزيزي علاء. إذن هنا الصافرة وبداية الشوط الثاني من لقاء نفط ميسان ونوروز. كمل المباراة من قبل ذلك. أشار كرة خطيرة. جول لنوروز، هدف عن طريق بنيامين النيجيري يأتي بالتعادل. جول التعادل لنوروز هذه المرة من رأسية وبالتالي مع انطلاقة الشوط الثاني يظهر النيجيري يسجل هدف التعادل. عادت المباراة، اي نعم عادت الآن إلى نقطة البداية، ليست سلبية بل إيجابية. الله على بنيامين النيجيري يرتقي وبالتالي بهذه الطريقة يرتقي من أمام الكل وخروج غير موفق جهة اليسار. متابعة آسو رستم، آسو يحاول سدد الكرة ولكنها مرت إلى الخارج. هنا آسو رستم يتعادل نور. لاعب يتهيأ للاشتراك، سيكون تغيير لفريق نفط ميسان بينما شوف المساحات والفراغات وبالتالي على نوروز. شوف الإعادة وشوف التسديدة الأولى في العارضة. الله
الله على الأولى، أن يأتي بالثاني، أن يتقدم مرة أخرى، وهنا التسديدة ولكنها وصلت لحارس المرمى سجاد كاظم. الأول، بينما هنا بنيامين للثاني لنوروز. حكم المباراة وبطاقة صفراء. هجوم الآن، هنا التسديد من مسافة بعيد، حيدر ساري لجعفر، تبقى المحاولة لنفط ميسان للأمام، خطيرة رأسية. وبالتالي فرصة، شوف الإعادة، أحمد سعيد من قبل عباس بديع. هنا السقوط اللي طالب من خلاله بركلة جزاء. تمرير أحمد سعيد، كرة باتجاه المرمى. 75. هنا الإعادة للكرة التي طالب فيها بوجود ركلة جزاء اللاعب النيجيري بنيامين. أمامية الكرة، أسو ممكن، خطيرة الآن، خطيرة. أن يسجل الثاني لنوروز. شوفوا الإعادة، سدد الكرة بيساره، كانت قوية، علت العارضة إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. مرة أخرى لجعفر، ترسل عالية والإبعاد بضربة رأسية، متابعة مرة أخرى وتسديد الكرة. الركنية دائما يعني تشاهد من خلالها، وبالتالي الإبعاد من قبل حارس المرمى وتدخلاته المميزة. شاهدنا يعني الركنية الأخيرة والركنية التي سبقتها، وهنا البطاقة الحمراء الواضح. على كل حال يعني هنا الضرب اللي كان اعتقد الحالة يعني ما يستوجب كان عليها. على كل حال حكم المباراة صفر بخطأ لمصلحة الحارس، وبعد ذلك على كل حال هنا الحارس اللي يطرد سجاد كاظم. اللعب متوقف كابتن، اللعب متوقف. لا زالت المباراة متوقفة، ومحمد سجاد كاظم يطرد ومحمد دلاور. كابتن بس ارجع لمنطقتك، ارجع لمنطقتك. نقطة ثمينة لنوروز. إذن هنا الصافرة. أعزائي مشاهدي قناة الرياضية العراقية الكرام، أينما كنتم تأتي صافرة حكم المباراة سجاد خالد تعلن عن نهاية المباراة بالتعادل بهدف مقابل هدف. حبايب نفط ميسان ونوروز. حتى ألتقيكم في مباريات أخرى، تقبلوا تحياتي علي الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.